أصحاب المعاشات حرفيا جابوا آخرهم، مش بس علشان الزيادة الجديدة، لا دول ليهم مطالب تانية كمان. علشان كده في تحركات عاجلة وقوية بتحصل دلوقتي علشان يحلوا أزمة أصحاب المعاشات. بس يا ترى إيه اللي بيتم دلوقتي؟ وإيه مطالب أصحاب المعاشات؟ والزيادة الجديدة إمتى؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معايا في الفيديو ده. اللي حصل مع أصحاب المعاشات الفترة اللي فاتت قلب الدنيا وخلى ناس كتير تتكلم عنه، خصوصا بعد آخر اجتماع للحكومة واللي رئيس الوزراء أعلن فيها زيادة الأجور من غير ما يذكر أو يتكلم في أي تفاصيل عن أصحاب المعاشات. وده عمل حالة جدل كبيرة بينهم. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طلعت وقالت إن زيادة المعاشات بتكون في الأول من يوليو من كل سنة، وده حسب قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، وإنهم حاليا بيعملوا الدراسات علشان يحددوا نسبة الزيادة، وده معناه إن مفيش قرار واضح لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت إبراهيم أبو العطا امين عام نقابه اصحاب المعاشات اتكلم في برنامج اهل مصر وقال ان اصحاب المعاشات محتاجين حلول سريعه، مش مجرد انتظار على القايمه وخلاص، وده حسب موقع اخبار اليوم. وكمان اقترح ان الدعم مش لازم يكون فلوس، ولكن كمان خدمات زي تخفيض فواتير الكهرباء وكمان الميه وزياده التموين علشان يساعدهم في الاكل والعلاج. ابو العطا وضح ان في معاناه يوميه زي الزحمه في التامين الصحي وعدم وجود شبابيك مخصصه لكبار السن في كل الاماكن، ودي مشكله بتواجه ناس كتير كل يوم. واتكلم كمان عن أزمة الإيجارات القديمة واللي زادت بشكل مفاجئ وخلت ناس كتير تدفع أرقام كبيرة بعد ما كانت بتدفع مبالغ بسيطة، وده بيستهلك جزء كبير من المعاش. مش بس كده، أبو العطا اتكلم كمان في حاجة مهمة جدا، وهي إن أصحاب المعاشات مش زي الموظفين، مش هيقدروا يشتغلوا شغل إضافي يعوضوا بيه دخلهم، لأن السن والصحة مش هتسمح بده، وده على حسب موقع المصري اليوم. كمان أبو العطا اللي اتكلم عن معاناة أصحاب المعاشات مش هو بس اللي اتكلم، لا ده كمان في تصريحات تانية لمحمد مسعود غنيم، وقال ان في مطالب لازم تتحقق زي اعادة تسوية المعاشات وحل ازمة العلاوات الخمسة، لان ده ممكن يحسن دخل اصحاب المعاشات بشكل واضح. وكمان طالب بوجود خبير اقتصادي يحدد قيمة عادلة للمعاش علشان يضمن حياة كريمة لكل الناس. ومن ناحية تانية احمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابة اصحاب المعاشات طالب بربط الحد الادنى للمعاشات بالحد الادنى للاجور، خصوصا بعد ما الحد الادنى للاجور وصل ل 8000 جنيه، وفي المقابل الحد الادنى المعاش حوالي 1755 جنيه، وده فرق كبير جدا، وده بيأكد ان في فجوه كبيره بين المرتبات والمعاشات، وده اللي بيخلي اصحاب المعاشات حاسين بعدم عداله، خصوصا مع ارتفاع الاسعار. على الرغم من ان الدوله قدمت زيادات قبل كده زي 300 جنيه في 2022 و300 جنيه في 2023، ولكن الناس شايفه ان الزيادات دي مش كفايه مع الغلاء الحالي، وكل الكلام ده بيحصل في وقت الاسعار فيه بتزيد بشكل مستمر سواء في الاكل او العلاج او المواصلات، وده بيزود الضغط على اصحاب المعاشات. علشان كده المطالب بقت واضحه، زياده عادله وسريعه للمعاشات مع توفير خدمات تساعدهم يعيشوا بشكل افضل، وفي نفس الوقت في دعوات ان اصحاب المعاشات يكون ليهم تمثيل في القرارات واللي بتتخذ علشان صوتهم يوصل بشكل مباشر. وعلى الرغم من كل ده في ناس كتير لسه عايزه تعرف يا ترى المعاشات لو زادت هتزيد قد ايه. بحسب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الزيادة السنوية هتطبق في يوليو 2026 بعد ما يخلصوا الدراسات والموازنات، وناس كتير بتتوقع ان نسبة الزيادة ممكن تكون في حدود 10% ل 15% علشان تواكب التضخم، وده على حسب موقع أموال الغد. وفي توقعات تانية بتتكلم عن إمكانية إضافة زيادة ثابتة أو علاوة استثنائية زي اللي حصل قبل كده، وده علشان تخفف الضغط بشكل أسرع على حسب موقع المصري اليوم. مش بس كده، لا ده في مطالب كمان بشكل مستمر إن يكون في تدخل مباشر من الدولة سواء بمنح إضافية أو خدمات مدفوعة لو الزيادة ما كانتش كفاية. يعني من الآخر في زيادة جاية، ولكن يا ترى الزيادة هتكون كفاية ولا الأزمة محتاجة حلول أكبر؟ يلا شاركونا في التعليقات.